السلام عليكم. النهارده جايبه لكم وصفه من قلب البحر، وصفه الكابوريا. الكابوريا من الاكلات اللي ليها فوائد كتير وغنيه بالبروتين والمعادن، وطعمها يعني غني عن التعريف. في ناس كتير بتتردد انها تعملها في البيت، بس النهارده بقى هقول لكم على طريقه سهله وبسيطه جدا. بس قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على الرسول. يلا بينا. هنبدا بقى باول حاجه، وهي تنظيف الكابوريا، ودي يعتبر اهم خطوه عندي وهي التنظيف. هنبدا بقى نغسل الكابوريا تحت الميه، ولو في اي رملة او رواسب في الاجزاء الداخلية دي بنبدأ نشيلها. في الاجزاء دي لو فيها رملة او اي حاجة بنبدأ نشيلها ونغسلها كويس. وبالنسبة للخضار فانا معايا بصلة كبيرة هبدأ اقطعها، ومعايا برضو جزرة كبيرة مبشورة، طماطميتين متقطعين، معايا بقى فلفل الوان احمر واصفر واخضر قطعتهم، وقرن فلفل شطة متقطع. بالنسبة عندي للبهارات فمعايا معلقة كبيرة ملح، نص معلقة صغيرة بهارات سمك، نص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وكمان معايا نص معلقة صغيرة كزبرة مطحونة. في حلة كبيرة على النار هنبدأ نحط فيها شوية زيت، وهنستنى لما الزيت يسخن شوية، وهنبدأ نضيف البصل، ومعاه 3 فصوص توم. والثوم هنا ممكن نضيفه فصوص سليمة او ممكن نفرمه، اي حاجة مش هتفرق. هنبدأ نضيف الفلفل ونقلبها كده دقيقة ولا دقيقتين. بعد كده هنبدأ نضيف الطماطم المتقطعة، وكمان هنضيف الجزرة الكبيرة المبشورة، وهنقلبهم كويس قوي مع بعض. هنبدأ بقى نضيف التوابل، ونبدأ نقلب المكونات دي كويس قوي مع بعض لحد ما الريحة تطلع. هنبدأ نضيف الكابوريا في الحلة ونقلبها كده تقليبة كويسة مع الخلطة عشان تاخد من الطعم بتاعها. هنضيف بقى عصير الليمون، هنصب بقى شوية مية مغلية حوالي ربع كوباية كده، بحيث ان البخار هو اللي يسويها. وهنغطي الحلة بقى ونسيبها على نار متوسطة تستوي براحتها. والكابوريا من الاكلات السريعة اللي ما بتاخدش وقت كتير على النار، يعني هي من 7 ل10 دقايق كده بنلاقيها استوت. واول بقى ما الكابوريا لونها بيبقى احمر كده فهي كده خلاص استوت. هنيجي بقى لاخر خطوة وهي خطوة التقديم. بدأت بقى احط الخلطة عندي تحت، وبدأت ارص على الكابوريا. جربوا بقى الطريقة دي في الكابوريا، وقولولي في الكومنتات طلعت معاكم ازاي. لو اول مرة تطبخوا كابوريا الطريقة دي بجد هتخليكم تحبوها وتكرروها دايما. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.